هو الوصول الأول إلى هذا الدور في تاريخ الأهلي الإماراتي الذي واجه وصيف بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا الهلال السعودي بعد تعادل الفريقين ذهابا بهدف لمثله في الرياض. الهلال الذي دخل هذه المواجهة منقوصا من 3 عناصر أساسية في الفريق استقبلت شباكه هدفا مبكرا عند الدقيقة 17 عبر صاحب هدف مباراة الذهاب البرازيلي رودريغو ليما، معقدا مهمة الهلال في بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا. بعد ذلك تواصلت مساعي الأهلي نحو زيادة الغلة التهديفية، غير أن كرة ليما أنقذها الحارس عبد الله السديري. ومع نهاية النصف الأول نجح البرازيلي الآخر إيفرتون ريبيرو في التوقيع على الهدف الثاني ليقترب الأهلي من بلوغ النهائي الأول في تاريخه. بعد الاستراحة قلب الهلال موازين القوى وترجم ذلك بتسديدة بعيدة من محمد الشلهوب، إلا أن أحمد محمود حارس الأهلي أبعدها عن مرماه، لكن الهلال نجح أخيرا في تقليص الفارق بتوقيع إلتون ألميدا الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 51. الزعيم لم يقف مكتوف الأيدي بعد أن تمكن من تقليص النتيجة في مرحلة أولى قبل أن تباغت تسديدة إدواردو مرمى الأهلي بكرة لا ترد استقرت في الشباك الأهلاوية. وقبل أن يعلن الحكم بداية الأفراح الهلالية فاجأ الكوري الجنوبي كيانغ يونغ كوان الجميع بتسجيله الهدف الأغلى للأهلي الإماراتي الذي حقق به حلم الوصول إلى النهائي الأول في تاريخه. الحمد لله على الفوز، الحمد لله على